السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في قناة نينوس كيتشن. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة شرائح صدور الدجاج المخلية. طريقتها سهلة وبسيطة وجميلة جدا للناس اللي بتعمل رجيم، لأنها فعلا السعرات الحرارية بتاعتها قليلة جدا، واللي بيحبوا كمان الأكل الصحي. وإن شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، ويلا بينا نشوف الطريقة. هنبتدي نحضر أول حاجة التتبيلة بتاعتنا اللي احنا هنضيفها للفراخ. معايا 4 معالق كبار من الزيت. استعملي أي نوع زيت انت بتحبيه، زيت ذرة، زيت زيتون، اللي يعجبك. بعد كده هضيف له 4 معالق كبار من عصير الليمون. عصير الليمون بيديها مزازة وطعم جميل جدا. بعد كده هنزل عليهم بمعلقة كبيرة توم باودر، ومعلقة صغيرة مليانة من توابل الفراخ، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود بس تكون ممسوحة. بعد كده هضيف الملح، والملح على حسب الرغبة. أنا هضيف لكيلو صدور فراخ مخلية 1.5 معلقة ملح. وضيفي ربع معلقة صغيرة من الكركم بيديها لون جميل، ونص معلقة صغيرة من السكر، لأن السكر هو اللي هيظهر طعم التوابل دي كلها اللي احنا حاطينها مع بعض. وهقلبهم مع بعض كويس عشان المواد الجافة تختلط بالمواد السائلة. وبكده التتبيلة بقت جاهزة معايا. الفراخ غسلتها كويس، وطريقة غسيل الفراخ أنا هحط لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. وهنزل عليهم بالتتبيلة اللي احنا عملناها، وهقلب الفراخ فيها كلها بحيث ان كل اجزاء الفراخ تبقى متبلة كويس. بعد كده هغطيها واشيلها في التلاجة لمدة ساعة عشان تتشرب كويس بالتتبيلة اللي احنا عاملينها. كده خلاص عدى على الفراخ ساعة في التلاجة. هبتدي اسويها. هكون محضرة صينية واسخنها كويس، وبعدين انزل بشرايح صدور الفراخ واوزعها في الصينية. والفراخ هسويها على نار هادية، ومش هضيف لها اي مية. هي هتنزل المية بتاعتها وترجع تشربها تاني، وبمجرد ما هتشرب المية بتاعتها هتكون الفراخ كده خلاص استوت. طريقتها سهلة وبسيطة جدا. لو انتي مستعجلة اعملي الفراخ بالطريقة دي، فعلا مش هتاخد منك اي وقت. ونزلت عليها ببقية التتبيلة اللي باقية من الفراخ، وهوطي عليها النار واغطيها واسيبها تستوي. وكل شوية افتح وابص اشوف اخبار الفراخ ايه. شايفين نزلت المية بتاعتها؟ شايفين المية قد ايه؟ هبتدي اوزع اجزاء الفراخ كده اللي كانت فوق من بعضها لانها خلاص كشت. هبتدي اوزعها كده واوسع المسافات بينهم، وارجع اغطيها واسيبها تكمل سوا لغاية ما تشرب كل المية بتاعتها. دلوقتي كده خلاص شايفين شكلها عامل ازاي؟ هي كده اتحمرت من تحت. هبتدي اقلبها الناحية التانية علشان برضو الجزء اللي تحت يتحمر شوية. والصوص بتاعها ابتدى يقل اهو، بقى مركز وجميل. الفراخ كده خلاص استوت وخلصت وشربت المية بتاعتها، وهسيب فيها بس شوية صوص خفيف كده فيها بيديها طعم جميل. كده هطفي النار وبقت جاهزة معايا. ولو حبيتي الفراخ تكون ناشفة وجامدة كده معاكي ممكن تحطيها تحت الشواية شوية. يا رب تكون الطريقة عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، واشوفكم على خير.